تغلط بالناتج تطلع من الامتحان حضرتك او حضرتك كله صح 100 جتك 98. يابا ليش كله صح؟ لان انت مطلع ناتج خطا بسبب جذر، بسبب جمع، بسبب طرح، وبعدين راحت من عندك درجتين، راح من عندك 20، نزلت من الطب الأسنان الحكومي إلى طب الأسنان الأهلي، رحت جامعة دفعت 9 ملايين في 5 سنوات 45 مليون زائد 15 مصاريف 60 مليون، ذبيت على مود ناتج بسبب جذر، وتشتغل بعد 20 سنة مدري 10 سنوات يلا تقدر تسدد ال 60 مليون اللي صرفتها بمنطقة الجامعة. هاي طبعا إذا قدرت تجمعون 60 مليون، لأن احنا البنات عندنا ما يجمعوا الفلوس، هن يعودوا يفوتن من يعني يستلموها بهاي الإيد، تنصرفوا بهاي الإيد، يعمل كوزمتيك شوية، يعمل ملابس شوية، يعمل كذا يعمل كذا. فاصلا هم هاي 60 مليون مستحيل تنجمع، راح تطلع من اهاليهم على بلاش، فتطلع من الامتحان وانت شنو فرحان والنواتج مالتك كلها صحيحه، بعدين تجيك لزق 99 و 98، راح العشر راحت الحكومي، اهلا بالاهلي والفلوس تنصرف، ومن ثم يطلع الطالب هو ترى ما يتخرج طبعا يروح يشتغل، لان لازم يجمع الفلوس اللي صرفهم اللي هي كم ملايين صرفوها اهلكم عليكم على مود اعشار. هسه هذا كله على مود جذر، انت شو تستهين بالجذر مثلا؟ هاي جذر خسرت 60 مليون، هاي بعد كل ما تسمع يقول يعني كل ما انت تستهين برقم باشاره بجذر كذا بداخل الخارج، اتذكر احتمال هذا يفضلك 60 مليون دينار عراقي.